فيه لحظات في حياتك بتبقى واقف فيها قدام طريق مظلم ومش شايف آخره، ومفيش أي علامة بتقولك تمشي ولا ترجع. ساعتها بتسأل نفسك سؤال واحد: يا رب، هو أنت شايف اللي أنا مش شايفه؟ ولا الإجابة بكل بساطة شايف، وشايف كمان اللي وراك واللي قدامك واللي جاي بعد بكرة. تخيل معايا طفل صغير ماسك ايد باباه وماشي معاه في طريق كله مطبات ومنحنيات. الطفل مش شايف غير خطوة واحدة قدامه، ولكنه مطمن لأن ماسك ايد واحد شايف الطريق كله. الطفل ده هو أنا وإنت، والأب هو ربنا. ولكن المشكلة إننا أوقات بنسيب إيده لما الطريق يطول، وبنقول أنا تعبت من الانتظار وتعبت من الغموض وتعبت من إني مش فاهم. ولكن الحقيقة لو كنا شايفين الصورة الكاملة زي ما هو شايفها، كنا هنشكره على كل تأخير وكل باب اتقفل وكل شخص اختفى من حياتنا. كان في بنت اسمها ريتا كانت بتحلم تشتغل في شركة معينة، وقدمت وراحت الانترفيو ونجحت في كل المراحل، وكانت فاضلها خطوة واحدة بس. وفجأة الشركة بعتت لها تعتذر، تم اختيار مرشح تاني. ريتا قعدت تبكي بالليل وتقول: ليه يا رب؟ دي كانت فرصتي. وبعد 3 شهور الشركة اعلنت انها بتقفل بسبب ديون ضخمة. وساعتها ريتا قالت: دلوقتي فهمت يا رب، انت شايف اكتر مني. في آية في الكتاب بتقول: توكل على الرب بكل قلبك وعلى فهمك لا تعتمد. الآية دي مش بتقولك ما تفكرش، ولكن بتقولك لما تفكيرك يقف وإجاباتك تخلص ساعتها اتكل عليه، لأنه مش محتاج يشوف زيك، هو شايف من فوق. تخيل معايا وانت في متاهة وجنبك حد فوق بيشوف الخريطة كلها، وانت ماسك اللاسلكي في ايدك وهو بيقولك يمين شمال لف ارجع. لو مشيت ورا كلامه هتخرج بأمان، ولكن لو قلت انا مش شايف اللي هو شايفه وقررت تمشي لوحدك هتضيع. نفس الفكرة مع ربنا، لاننا عايزين نشوف النتيجة قبل ما نبدأ وقبل الضمانات، بس ربنا مش بيدي ضمانات، ربنا بيدي وعد وبيوفي بالوعد. الوعد انه هيكمل معاك وهيفتح لك الباب في وقته وهيعوضك بطرق انت ما كنتش تتخيلها. صلي له من قلبك وقول له: يا رب علمني أثق فيك حتى لما مش فاهمك، لما أكون مش فاهمك، وعلمني أستناك حتى لما الوقت يطول. خليني أمسك فيك حتى لو الطريق مظلم، لأنك أنت النور وأنت الطريق وأنت الراحة. عارف يعني إيه منحنى في الطريق؟ يعني مش قادر تشوف اللي جاي، ولكن ربنا شايف بعد المنحنى ده ايه. وكتير بنمر بمواقف حياتنا ونقول فيها: ليه يا رب خدتني من السكة دي كانت رايحة للي انا عايزه. ولكن الحقيقة هي ان السكة دي ما كانتش رايحة للخير، كانت رايحة للهاوية وانت مش شايف. في قصة شاب لما ربنا بيمنع عنك حاجة بيحميك منها. شاب اسمه يوسف تعب واجتهد سنين طويلة علشان يسافر على منحة خارج بلده، وكل حاجة كانت ماشية تمام، والورق والقبول وحتى التأشيرة. وفي آخر لحظة حصل ظرف خارجي واتلغت الرحلة. يوسف انهار وحس ان حلم حياته راح. بس بعد سنة واحدة جات له فرصة شغل في بلده وبسيطة جدا، واشتغل فيها وبإخلاص. وهو شغال قابل شخص فتح له باب شغل تاني في مجال كبير جدا، والنهاردة يوسف من أهم الناس في المجال ده. ولما تسأله النهاردة كنت تتمنى لو كنت سافرت زمان، يقولك: لأ، لو كنت سافرت كنت هفقد الطريق اللي ربنا كان عايزني أمشيه. المنحنى اللي أنا حسبته خسارة كان بداية أعظم مكسب في حياتي. فيه آية تانية بتقول: نحن نعلم أن كل الأشياء تعمل معا للخير للذين يحبون الله. شايف؟ مش بعض الأشياء، مش الحاجات الحلوة بس، لأ، كل شيء. كل اللي كسر قلبك واللي خدعك واللي خذلك، كل ده بيشتغل في الخلفية بإيدين إله شايف الصورة كاملة. لو دخلت لو دخلت ست مطبخ وبدأت تعجن دقيق وزيت ومية وملح، كل مكون لوحده طعمه مش حلو، ولكن لما بيتعجنوا مع بعض ويتحطوا على النار يطلع عيش لذيذ يشبعك. ربنا بيستخدم كل المكونات دي حتى لو مؤلمة علشان يشكل منها حياتك اللي تشبع روحك. لو كنت دلوقتي موجوع من موقف أو من خسارة أو من شخص اختفى فجأة، فاسمح لي أقولك من قلبي: مفيش وجع بيعدي من غير سبب، مفيش دمعة بتنزل من غير ما تكون محسوبة فوق. يمكن انت دلوقتي مش فاهم ليه، بس صدقني هيجي يوم وتقول: شكرا يا رب إنك ما خلتنيش أمشي في الطريق اللي كنت بتمناه.
ادعي له من قلبك وقول له يا رب امسح دموعنا واسند قلوبنا واملانا بالإيمان حتى وسط الغموض. علمنا نصبر ونفهم ان كل تأخير ليه حكمة وكل منع ليه رحمة، وجعلنا نصدق انك دايما دايما شايف الصورة الكاملة حتى واحنا مش شايفين غير الظلام. في ناس كتير بتقول لما اشوف التغيير هصدق، لما الباب يتفتح هفرح، لما المعجزة تحصل هقول امين. ولكن الايمان الحقيقي هو لما تقول امين قبل ما المعجزة تحصل، لما تقول انا واثق وانت لسه بتعيط، لما تقول انا مطمن وانت لسه في نص العاصفة. في بنت صغيرة كانوا بيصلوا معاها علشان الدنيا تمطر لان الزرع كان هيجف في قريتهم. كل اهل القرية طلعوا يصلوا، لكن البنت دي خرجت ومعاها شمسية. سألوها انت جايبة شمسية ليه؟ احنا رايحين نصلي عشان الدنيا تمطر. قالت لهم بمنتهى البساطة اصلنا رايحين نطلب من ربنا مطر، يبقى اكيد هيحصل. شوف البساطة، شوف الثقة، طفلة صغيرة ولكن قلبها اكبر من قلوب كتير حواليها. ده الايمان اللي ربنا بيدور عليه، ايمان قبل ما يحصل مش بعد ما يحصل. الآية دي بتشرح الموقف حرفيا، لأننا بالإيمان نسلك لا بالإيمان ولكن بالعيان. يعني مش لازم تشوف علشان تمشي، أوقات هتمشي وانت مغمض بس ماسك في إيد اللي شايف الطريق كله. مش مهم تشوف، المهم تكون ماسك في إيده. لما تتحرم من شغل كنت بتتمناه وتقول انا واثق ان ربنا هيعوضني بالافضل، لما الشخص اللي بتحبه يمشي وتقول انا واثق ان اللي جاي اعظم، لما الدموع تنزل بالليل وتقوم الصبح تقول انا مش لوحدي وربنا شايفني، ساعتها بس الايمان بيبقى ايمان حقيقي مش بالكلام، ولكن ايمان في العتمة وفي الالم وفي التأخير. وأوقات كتير ربنا ما بيكونش مستني غير خطوة صغيرة منك علشان يشتغل، زي ما حصل مع بطرس لما كان ماشي على المية، بمجرد ما نظر للموج وقع، ولكن لما نظر لربنا مشي فوق اللي بيغرق الناس. فما تخليش الموج يخضك، بص على ربنا مش على الظروف. الإيمان يخلي خطواتك فوق المية حتى ولو البحر هايج. قل له بكل إيمان يا رب أنا بعلن إيماني بيك حتى ولو أنا مش شايف الطريق، بعلن ثقتي فيك حتى وسط دموعي. يا رب لو كل الأبواب اتقفلت أنا متأكد إنك فاتح باب خاص بيا حتى ولو مش باين دلوقتي. أوقات كتير بتسمع جمل زي اللي حصل ده ملوش حل، خلاص الأمل انتهى، اقبل الواقع، مفيش تغيير. بس الحقيقة ربنا مش بيشتغل وفق تقارير الناس، ربنا مش بيقفل على كلمة طبيب أو مشورة بشر أو حكم ظروف. ربنا بيبدأ دايما من النقطة اللي الناس بتقول عندها انتهى كل شيء. فاكر قصة العذر لما مات واتدفن وقعد 4 أيام في القبر، وأخته قالت للرب يسوع لو كنت ها هنا لم يمت أخي. بس ربنا ما كانش متأخر، هو كان جاي علشان يبين مجده في الوقت اللي محدش بيتوقعه. وقال أعظم جملة ممكن تسمعها في وقت موت الأمل: أنا هو القيامة والحق والحياة. عارف يعني إيه؟ يعني حتى لو الحلم مات هو هيقدر يقيمه تاني. في بنت كان نفسها في طفل، وبعد سنين طويلة من الانتظار حملت، ولكن في الشهر الرابع الدكاترة قالوا لها الجنين مات. الكل بكى والكل سلم بالأمر الواقع، وهي قالت كلمة واحدة بس: أنا مصدقة إن ربنا يقدر يرجع اللي مات. فضلت تصلي وخدت كلمة من ربنا في الصلاة: أنا هو الذي يحيي العظام وهي رميم. وبعد 3 أيام الأطباء قالوا جملة غير متوقعة: فيه نبض. والمولود جه وتسمى يوسف، لأن ربنا زودني بعد النقص. اللي حواليك شايفين مقبرة، بس انت شايف ايه؟ الناس شايفين فشل وشايفين موت وشايفين نهاية علاقة وشايفين بيبان مقفولة، ولكن انت لو نظرت بعين الإيمان هتشوف إعداد لفرصة جديدة، إحياء الأمنية ماتت، علاقة تانية أنضج وأجمل، باب تاني أعظم مفتوح ليك مخصوص. كل شيء بتشوفه بيتحدد بحسب نظرتك لإلهك. لو انت شايف حجم المشكلة هتضيع جواها، لو شايف الناس اللي خذلوك هتنهار، لو شايف ربنا هتثبت وهتعدي وهتخرج من الأزمة أقوى من الأول. ها أنا ذا صانع أمرا جديدا لأنه ينبت ألا تعرفونه؟ يعني حتى لو انت شايف الأرض ناشفة هو شغال في الخفاء،
حتى وانت شايف كل الأبواب مقفولة، فيه باب جديد بينبض دلوقتي وانت مش شايف. صلي له من كل أعماق قلبك وقول له: يا رب لو الكل شايف النهاية، أنا شايفك أنت يا صاحب البدايات الجديدة، يا من تقيم من الرماد فرح، يا من تحول القبر إلى قيامة وتحول دموعنا إلى تهليل. يا ربي أنا مش فاهم أنت بتعمل إيه، ومش دايما الطريق واضح قدامي، ولكن علمني أصدق إنك شايف الصورة كاملة. يا رب لما قلبي يتعب ولما دموعي تنزل أفكرني إنك دايما ماسك إيدي ومش هتسيبني. خليني أقول أمين حتى قبل ما أشوف الإجابة، وأثق إن تأخيرك مش نسيان، وإنك دايما في الوقت الصح بتتدخل. يا رب طمني في نص الضلمة واسندني لما أضعف، وافتح عيني عشان أشوف إنك شغال حتى وأنا مش شايف. امين. افتكر دايما احنا بنشوف جزء بس هو شايف الكل، احنا شايفين خطوة بس هو شايف النهاية. فخلي ثقتك مش في الطريق ولكن في اللي ماسك الطريق كله. لو الفيديو ده لمس قلبك ابعته لحد محتاج يسمع الكلمة دي دلوقتي. خلي ايمانك دايما اكبر من مشاعرك. ربنا موجود ومش بيغيب ويسندنا طول الطريق والسكة. ربنا معايا ومعاكو، ليه كل المجد. امين.